ومن سوريا الحبيبه الى ارض الزعفران اسكندريه، جاي لك من هناك جري وجايب لك معايا الزعرور. شفت الزعرور قبل كده؟ زعرور واحد من انواع النبق المنتشر جدا في بلاد الشام، جبته وجيت، اكيد مش انا اللي جايبه بنفسي، المهم ان هو بقى معانا. تعالى بقى نفتحه ونجربه ونشوف بيقول ايه من جوه. بص معايا، دي زعروره من الزعارير، هنفتحها دلوقتي ونشوف هي بتقول ايه. بسم الله، نعمل كده اهو. يا زعروره، هو انا ليه النهارده حظي في الحاجات اللي بتيجي معايا بالغلط كده؟ اهي بسم الله، اهي اهي، احنا فركشنا الزعروره. ده شكل الزعروره من جوه. ايه شكلها وحشه دي هاني؟ بايظه؟ ايه؟ يا راجل دي بذره، ده مولتو. عارفين انتوا صباح الخير جدا 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 على عيونكم، ده زعرور جدا 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 على عيونكم. يلا ندوق. بسم الله. بص، هو رامي قوي على ان هو يبقى تفاح، يعني هو رايح على تفاح، بس تفاح بلدي، مش تفاح اللي هو الامريكاني، تفاح بلدي. يلا القاتل رايح فين؟ اكيد مش في بقك، امسك دوقها. اقرب لك كده عشان لا علي لي صوتك بقى عشان صوتك حلو قوي. حلو قوي جميل. طب ايه رايح فعلا على التفاح فعلا، تفاح بلدي؟ ها فعلا تفاح بلدي طعمه حلو جدا. خلينا نبدا مع بعض بفوائد الزعرور من اول الورق بتاعه. بيستخرج منه مواد بتعالج جدا في علاج الارق، تساعد كمان في علاج التشنجات العصبيه، وبياخدوا الورق وجزء نفسه من الشجر بيتغلي علشان خاطر يساعد في خفض ضغط الدم. الزعرور فيه فيتامينز A وبي وسي، وبما انه في الاول وفي الاخر نبق فبيساعد على علاج الامراض الصدريه. مفيد جدا للشعر والبشره. شايف دقني بقت عامله ازاي من الزعرور؟ فيه بوتاسيوم وكالسيوم ومنجنيز وحديد ومغنيسيوم، وفيه بورون وكوبالت ونحاس، وفيه كروم وزنك، والدنيا بتمطر والحكايه اخر حلاوه. وخليني في النهايه اقول لك ان وسط ما المطر بتمطر كده انا فعلا بحبكم جدا، وربنا يسعد اوقاتكم زي ما انتم بتسعدوني دايما في كل فيديو بعمله. مع كل حب ليكم والكلمتين الحلوين اللي انا لسه قايلهم دول برضو ما تجيبوش عشان انا جبته مكانك.